إمام عاشور أهلاوي ل 2030. بص يا فندم، إمام عاشور ناس طلعت قالت إن جاي له عرض من اتحاد جدة. الكلام ده هبد في هبد. اتحاد جدة اتعاقد مع اللاعب المغربي أناحي، فشيل فكرة إن أنت تسمع لحد في موضوع إمام عاشور جاي رايح اتحاد جدة والكلام دوت. إمام عاشور ما عندوش غير اختيارين اتنين: يا إما هيجدد عقده وهيتراضى وهيكون فيه اعلانات ببونص والحاجات ديت، يا اما النادي الاهلي مش هيخرج امام عاشور الا ب 8 مليون دولار. 8 مليون دولار. قول لي اي نادي هيوافق بلاعب ب 8 مليون دولار وهو عنده 29 سنه او عنده 30 سنه؟ مين نادي هيقبل بالمبلغ ده ان هو يشتري لاعب وهو عنده السن دوت وبالرقم ده؟ اظن مفيش. انا جاي اخليك انا وانت نركز، يعني انا وانت كده، عشان بس الكلام ما ياخدناش ودايما تتشتت ودايما تسمع من هنا وتروح هنا. لا، انا مش جاي اقول لك كده، انا جاي اقول لك ركز شويه. ركز شويه فقط لا غير. مفيش نادي هياخد لاعب عنده السن ده ب 7 مليون دولار او ب 8 مليون دولار. القصه مقفوله. زي ما جينا وقلنا لك امام عاشور استحاله يروح اتحاد جده. اتحاد جده اتعاقد خلاص مع اللاعب اناحي المغربي، وامام عاشور مش رايح اتحاد جده. وقلنا لك برضو انهي نادي هيقبل لاعب عنده 29 سنه وعنده 30 سنه، والنادي الاهلي مش هيفرط في امام عاشور اقل من 8 مليون دولار. انهي نادي هيقبل لاعب عنده 29 سنه وبالمبلغ ده؟ قلنا لك كده. النهارده امام عاشور عرفنا ان هو جدد عقده مع النادي الاهلي لسنه 2030. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي. امام عاشور الساطور اهلاوي.